الجثث بالرمل بالركام بخلطهم وبيعمل مواقع عسكرية. أموت وأفهم النساء والشباب والشيوخ والأطفال بينقتلوا عشان مين وعشان شو. بتعرف شو يعني قهر؟ هذه المشاهد. بعض العالم بتفكر إن ال 112 شهيد اللي دفناهم من أصل 308 كانوا خلال فترة الحرب ككل. لا، هدول كانوا من الشهر الثاني بالحرب لعيلة واحدة وبضربة واحدة. بتاريخ 22/11/2023 الاحتلال الإسرائيلي قصفهم بضربة واحدة. دفنا منهم امبارح 112 شهيد. يمكن كلكم استغربتوا ليش الأكفان فاضية، بس احنا طلعناهم من تحت الركام بعد 3 سنين على استشهادهم، فطبيعي ما يكونش منهم غير فتات. والمرعب انه في غيرهم اكثر من 800 الف شخص تحت الركام مش عارفين نطلعهم، وما اعتقدش انه يكون في لهم اثر بسبب انه الانحلال الغير اخلاقي قاعد ببني مواقع عسكريه من بيوت المواطنين الشهداء المقصوفه بيوتهم. الجثث بالرمل بالركام بخلطهم وبيعمل مواقع عسكرية. شو بتحكي؟ بس هذا اللي قاعد بصير. فالواحد نفسه يخبط راسه في الحيط عشان يبطل يفهم ويستوعب الكوارث اللي عايشينها. فمن أجل الإنسانية مش الحب، ارفعوا الصوت وتكلموا عنا واحكوا عنا، وما تخلوش هذه المشاهد تمر مرور الكرام عبر هواتفكم. هذه هي غزة، وشكرا للمشاهدة. إلى جنة الله زوف الشهيد.